هخليك تكسب فلوس وانت قاعد في البيت يوميا وبطريقه مضمونه 100% من خلال تجربتي الشخصيه. انا جربت الطريقه دي بنفسي وقدرت اكسب منها، وفي الفيديو ده هشرح لك كل الخطوات اللي انا عملتها عشان تبدا من النهارده وتكسب ان شاء الله. كده واجهة البوت، وما تستغربش من واجهة البوت ولا تتعقد، لان هو سهل جدا وهتشوف كل حاجة قدام عينيك دلوقتي. اولا البوت ده اي حد يقدر يشتغل عليه، ما دام معاك انترنت والتليفون او لابتوب او كمبيوتر تقدر تشتغل عليه. بتضيف طبعا رقم التليفون بتاعك على التليجرام لو ما عندكش التليجرام، وهتلاقي البوت شغال معاك. هسيب لك الرابط في اول تعليق مثبت. تمام. الطريقه اللي انت تقدر تشتغل من البوت عليها بسيطه جدا وسهله جدا. تعال نشوفها واحده واحده، وتعالى نشوف الاول اثباتات سحب ليا قبل ما نبدا نخش في اي كلام. هنخش على البالانس اللي هو الحساب والسجل. او اخر سحب ليا كان 57 سنت من الدولار، يعني 28 جنيه مصري. وكل دولة بالعملة بتاعتها بتتغير. طبعا هنا احنا شايف في مصر فمكتوب اي جي بي، يعني بالجنيه المصري. طبعا انت ما بتسحبش على اي عملة مصرية، لا انت بتسحب على محفظة بالدولار زي باير او اي محفظة باينس، وتبدأ انك تحولها عادي جدا في 100 موقع بيحول الكلام ده. تمام. ده مش اول سحب ليا لا، ولا اخر سحب، لا ان شاء الله هنسحب منه كتير. وعن طريقي اكتر من 1200 شخص دخلوا عن طريقي في البوت ده وشغالين على البوت ده، والحمد لله بيكسبوا منه وبيشكروني. لو حضرتك بصيت كده على التوتال بتاع الاحالات او الاصدقاء هتلاقي اكتر من 1215 شخص شغالين على البوت ده والحمد لله بيكسبوا منه. طيب ايه الطريقه اللي انا اقدر اكسب منها من خلال البوت ده؟ كل عليك انك بتضغط على كلمه ريجستير انيو جيميل اللي هي دي. تمام. وهنشوفه دلوقتي ازاي نقدر نعمل ايميل بكل بساطه وبكل سهوله. اولا الايميل انت ممكن تاخد منه 5 سنت اللي هو 2 جنيه و47 قرش، يا اما تاخد منه 12 سنت اللي هو 5 جنيه و90 قرش. طيب ازاي اخد منه كده او اخد منه كده؟ هقول لك. انت بعد ما بتعمل الايميل بيبقى فيه خطوتين زياده، لو عملتهم بتاخد 12 سنت، ما عملتهمش بتاخد ال 2 و47 قرش. طب ما بتعرفش تعمل الايميل، ما بتعرفش الخطوات اللي هو قايلها لك دي تعملها، هتعمل ايه؟ كل عليك انك هتضغط على كلمه هاو تو كريكت اكونت اللي هي اخر واحده دي. هيظهر لك فيديو فيه كل حاجه عن الصفحه دي وازاي تعمل الايميل من اوله لاخره. الفيديو بيبقى دقيقتين. تمام. او يعني انا الخص لك الحكايه دي، بس لو انت ما فهمتش مني قوي تقدر ترجع للفيديو ده وتشوفه واحده واحده، وهو بيشرح لك الشرح كامل ازاي انك انت تعمل ايميل. تعال انا بقى هشرح لك الشرح المبسط بدل ما تاخد منه دقيقتين. احنا مش هناخد دقيقه ان شاء الله، وافهمك الشرح المبسط من خلال الحته دي. انا عايز الحته دي بس من الصفحه دي مش اكتر ولا اقل. اول حاجه انت بتاخد الاسم ده كوبي. تمام. وبتروح تضيفه في الايميل. هنروح نعمل جيميل سوا وافهمك الطريقه ازاي. عادي جدا بتعمل ايميل عادي جدا جديد. تمام. بتخش على جيميل وتضيف ايميل جديد جدا، او تخش على اي حته بتعمل منها الايميل، بتضغط على كلمه انشاء حساب استخدام الشخصي، بتضيف الاسم اللي انا قلت لك عليه اللي هو عطيهولك في الاول. تمام. مش الاسم، او بتروح للبوت يا جماعه اهو وبتلاقي الاسم ده، بتضغط عليه بتلاقيه خدته كوبي على طول، وتبدا ترجع وتضيفه هنا وتضغط على التالي. اللي ما بيفهمش في الايميلات ولا اي حاجه نشوف الفيديو ده بالتفصيل عشان يفهم كل خطوه ماشيه ازاي. بعد كده بتضيف اي تاريخ هنا عادي جدا يا جماعه. تمام. او التاريخ مش مهم خالص، وبنضغط على كلمه التالي. بعد كده بنرجع تاني للبوت. تمام. وبننسخ الايميل اللي هو تحت ده على طول، بناخده كوبي. تمام. بنضغط عليه برضك ضغطه كده بيتاخد معانا كوبي على طول. بنبدا نرجع للايميل تاني ونضغط على الايميل اللي احنا نسخناه وبنضغط على التالي. الباسورد هل احنا اللي بنعمله؟ لا، بنرجع تاني للبوت وهتلاقي هنا هم عاملين الباسورد مجهزهولك. هتضغط عليه، هتضغط عليه كده هتاخده كوبي وترجع تاني للايميل. بعد كده بنضيف الايميل ونضغط على التالي. ده الشرح المبسط وشرح تفصيله عشان اللي ما مش واخد على عمل الايميلات. انت لما تاخد على الايميل اساسا هتخلصه في منت الا منت، وبتضغط على كلمه اوافق. كده احنا عملنا الايميل وخلصناه. تمام. احنا كده خلصنا الايميل. نقدر نضغط على كلمه دن دلوقتي وناخد الربح بتاعنا. بس ثانيه كده نضغط على كلمه بالانس الاول ونشوف معانا كام. لو بصينا على الخانه اللي تحت دي هتلاقي معانا 5 سنت و72 قرش. تمام. ركز معانا. لو طلعنا فوق كده وضغطنا على كلمه دن اللي هي احنا خلاص عملنا الايميل بتاع حضراتكم. بس قبل ما تعمل
دن او قبل ما تضغط على كلمه دن، اللي بتعمله بتاخد الايميل الاخير ده كوبي، تمام، وبتبدا تروح على الاعدادات من تحت كده، تمام، بتضغط على الشرط دي وتروح على الاعدادات وبتختار الايميل اللي احنا لسه عاملينه دلوقتي، وبتروح على اداره حسابك في جوجل بالطريقه اللي حضرتك شايفها كده، تمام. وركز بقى معايا في اخر خطوه، لان هي خطوه بسيطه جدا وما تضيعش عليك. بعد ما انت عملت الايميل بتنزل تحت كده شويه، بتضغط على كلمه حاجه اسمها اعدادات الامن وتسجيل الدخول، تمام. وبتنزل برضك تحت شويه كده، بتضغط على كلمه البريد الالكتروني اللي هي دي، عشان نضيف الايميل اللي هو قايل لك ضيفولي، عشان لو الحساب معرفتش اجيبه عن طريق الايميل ده. اخر حاجه بقى بنضغط على كلمه اضافه بريد الكتروني وبنضيف الايميل ونضغط على كلمه حفظ، وبعد كده بنضغط على الغاء. احنا كده عملنا الايميل من اوله لاخره، ونبدا نرجع بقى تاني للبوت. زي ما حضرتك شايف كده احنا عملنا البوت من اوله لاخره. نبدا نضغط على كلمه دن بالطريقه اللي حضرتك شايفها كده، وننزل تحت. هو بيقول لي انت ما ضفتش الايميل اللي احنا لسه ضايفينه، لا نرجع تاني ونقول له احنا تمت اضافته، تمام. نسيبه يحمل، هو كده بيحمل يا جماعه، نسيب له وقته بالكامل ونضغط على كلمه دن مره كمان لحد ما يجيب لنا الرساله هنا. ما دام احنا متاكدين ان احنا عملنا الايميل صح، نقعد نزلنا عليه لحد ما يجيب لنا الرساله دي. يعني هو لو جاب لك رساله زي دي ما تشغلش بالك، ما دام انت عملت الحساب، هو لسه بيتاكد منه، بس انت برضك ممكن تسيب له دقيقه يتاكد قبل ما تضغط على كلمه دن، تمام. اهو جاب لنا رساله اهو من غير ما نطلع من البوت. الرساله دي بقى ايه هي؟ طبعا فهمها لي. اولا لو ضغطت هنا انت هتاخد 12 سنت، لو ضغطت هنا انت هتاخد 5 سنت، وهنا بيقول لك الطريقه ازاي اللي تاخد بيها ال 12 سنت. اولا لو هتاخد ال 5 سنت فهتضغط على كومبليت اللي تحت دي وتاخد 5 سنت من غير ما تعمل اي حاجه، انت كده خلاص خلصت الايميل اللي هو سعره 5 سنت. طب لو انت عايز تاخد 12 سنت ان انت تضاعف المبلغ وكمان 2 سنت زياده، طيب ازاي بقى هاخدهم؟ هتعمل حاجه بسيطه، هتعمل تحقق. طب ازاي بعمل التحقق ده؟ التحقق ده هياخد منك وقت اكتر من ان انت بتعمل الايميل. طب ازاي؟ لو ضغطنا على الهاو تو ال2 اف هيقول لك ازاي تعمل التحقق برضك في فيديو. والتحقق دي في ناس ممكن ما تعرفش تعملها، بس لو انت حابب تعملها بتبص على الفيديو ده من اوله لاخره عشان تفهمها الطريقه ازاي، وبتبدا تضغط على بتضغط على اللي فوق اللي هي 12 سنت وبتبدا تعمل طريقه التحقق. طيب انت مش عايز تصدع نفسك وعايز تعمل كذا ايميل وتاخد 5 سنت بس، بتضغط على اللي تحت بالطريقه اللي حضرتك شايفها كده، تمام. وبتبدا تنزل تحت كده، بترجع على البالانس، بتلاقي بقى معاك 10 سنت عاملين 4 جنيه 91 قرش، تمام. لكن لو كنت عملنا التانية كنا هناخد 12 سنت، كان هيبقى معانا اكتر من كده. بس لو انت حابب تعمل الطريقه اللي فوق زي ما قلت لك هتشوف الفيديو كامل. انا اختصرت عليك الطريقه واختصرت عليك وقت الفيديو عشان ما تملش، وفهمتك الطريقه المبسطه ازاي. طب نيجي بقى لما نيجي نسحب، هنسحب ازاي؟ هتضغط بردك على بالانس من تحت كده، وهتضغط على كلمة باي اوت عشان نشوف الطرق السحب المتاحة معانا. متاح ايه؟ متاح باير ومتاح ادفيكاش والتكوين وكل العمل دي متاحة معانا، والتليجرام نجوم التليجرام كل دي متاحة معانا. ونقدر نسحب بالدولار على باينانس، بس الحد الادنى بيبقى تقيل. اقل حاجة في الحد الادنى للسحب باير، والحد الادنى للسحب 7 سنت. يعني انت لو عملت ايميلين تقدر تبدا تسحب عن طريق البوت ده. طيب انا اقدر اسحب امتى؟ يعني انا دلوقتي ما اقدرش اسحب ليه؟ لان هم في الهولد لسه بيتراجعوا في الحساب. اول ما يظهروا معانا في البالانس فوق اللي هي بالانس الخانه اللي فوق دي، نقدر نسحبهم مباشره. طيب بيوصلوا لنا في خلال قد ايه فوق في البالانس؟ بيوصلوا لك من يوم ل5 ايام في البالانس. انت كل يوم بتبدا تشتغل عليه لحد ما تجمع مبلغ كويس، وبيبدا يوصل لك في البالانس من يوم ل5 ايام، ما بيتاخرش عن يوم ل5 ايام، تمام. لما تيجي تسحب بقى، السحب بيوصل لك في خلال قد ايه؟ عن تجربتي الشخصيه وسحبنا اكتر من 20 مره، بيوصل لنا من خلال يوم، بيوصل لنا من خلال ساعه ل 24 ساعه. والسحوبات انا كلها بتوصل في ساعتين 3 ساعات بالكتير قوي، تمام. تعالى اوريكم كمان اثباتات السحب اللي انا سحبتها في خلال الايام اللي فاتت، تمام. تعالى نرجع لاخر سحبه كده، هنضغط على السجل، تمام. اخر سحبه احنا لسه ساحبينها من شويه ولسه ما وصلتش، ما كملتش نص ساعه على بعض، نص دولار عامله 28 جنيه، تمام. هنا بيبقى التاريخ بتاع كل حاجه، بتاع الايميلات اللي انت بتعملها واللي انت بتسحبها وكل حاجه، تمام. تعالى بقى نشوف اثباتات السحب دي من داخل المحفظه الخاصه بنا. ده كده حسابنا على باير يا جماعه. ولو رحنا على السحبه الاخيره اللي هي $1 و13 سنت اللي كنت ساحبها من فتره، او
اسم البوت هتلاقيه مكتوب كمان هناك في السحوبات بتاعتك. يعني انا مش هشتغلك وهجيب لك سحبه تانية، كنت ساحب $1.13 بتاريخ 12 يوليو. تمام، دي كانت اخر سحبه انا كنت ساحبها من البوت، وما بداتش اشتغل تاني على البوت. كل ما برجع بشتغل فتره كده واقف تاني اهو. دي سحبه تانية ب$1. يعني السحوبات الاخر سحوبات تقريبا انا كنت ساحبها من خلال البوت هنا 19 سنت يا جماعه. تمام، كانت برضك عن طريق البوت اهو. يعني البوت صادق، ولما تسحب ان شاء الله هيوصل لك السحب في اسرع وقت. طيب حاجه مهمه، الناس اللي بتقول لك البوت ممكن يسرق بياناتي بعد ما اعمل الايميل والكلام ده. بص، هو انت كده كده بعد ما الايميل يتراجع او من اول ما يتحسب لك الرصيد في البالانس بتبدا ترجع وتمسح الايميلات اللي انت اتعملت عندك في الايميل في الجيميل. تمام، بتبدا تمسحه. الناس اللي خايفه بقى تشتغل بقى على تليفون ما يكونش فيه بيانات مهمه، ما يكونش فيه صور مهمه، تبدا تشتغل عليه. خايف ومش عايز تشتغل عليه خالص، دي حاجه ترجع لك. يعني انا عن نفسي انا شغال عادي من تليفوني، وبعد ما بخلص الايميل بمسحه. لو خايف مش هشتغل عليه، ولو خايف برضك الافضل في اي حاله يعني انك انت تستخدم تليفون ما يكونش فيه حاجه مهمه بالنسبه لك قوي. تمام، معرفش بقى، في ناس بتقول لك بيسرق البيانات والكلام ده، الله اعلم. تمام، بس احنا شغالين عليه، بقول لك اكتر من 1200 شخص شغال عليه، مش تكليش منه. تمام، في ناس قليله بتخش تقول ده ممكن يسرق بيانات او حاجه زي كده، الله اعلم. بس انا اعرف اللي هو بياخد الايميلات دي بيبدا يشغلها في خدمات واللي هم مشتركين وتزويد الحاجات دي اللي احنا عارفينها دي، اللي هي بتبقى خاصه بالمتابعين والكلام ده. تمام، بس كده انا قدرت اقول لك كل حاجه انا عارفها عن طريق البوت ده، واشرح لك كل حاجه، وان شاء الله تبدا تاخد اول مكسب لو انت ما كسبتش قبل كده من الانترنت عن طريق الفيديو ده او عن طريق البوت ده. بس كده، وده يكون شرح الفيديو. اتمنى اكون ما طولتش عليكم وشرحت لكم كل حاجه بالتفصيل. اي حاجه تقف معاك انزل اكتب لنا تحت في كومنت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.